السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد جوج ديال الحليوات ديال اللوز اللي كيجيو رائعين. بالنسبة انا غنحضر ثلاثة، ولكن وحيدة رانا محضرها معكم وغير بغيت نشاركها معكم وصافي. المهم ندوزو ان شاء الله هنايا المقادير هاد الحليوات ديال اللوز اللي كيجيو رائعين وكيجيو زوينين بزاف. المهم هنايا عندي كيلو ديال العقده ديال اللوز. المهم اللوز راه كلشي كيعرف تبارك الله. كتجيبوا اللوز كتغسلوه مزيان وكتسلقوه. سلقوه زعما هكايا. ملي كتجي فيه الغليه صافي طفيو ليه وغسلوه مزيان. ملي كتلقاو يعني ولا كيتقشر غسلوه مزيان مزيان باش ما يطلق لكمش ديك الحموريه في اللوز وتجيكم العقده ديالكم تجيكم هكايا اللون ديالها مغموق صافي. ومن بعد خليوه. قدرتوا تخليوه ليله كامله خليوه، ما قدرتوش تخليوه كنتو مزروبين عليه بحال هكايا في الخدمه ديروه غير فسمو، ديروه غير في شي طبيله هكا وخليوه واحد نص ساعه حتى كيضرب فيه شويه البرد وصافي. ودحنوه بغيتو تطحنوه في الدار دحنوه، بغيتو تطحنوه على برا دحنوه. المهم هنايا هاد العقده هادي عندي هنايا كيلو ديال اللوز، درت معاه انا نص كيلو ديال سنيده صافي. وهنايا كما كتشوفوا درت فيه واحد شويه ديال القرفه وواحد المعلقه كبيره ديال الزبده وواحد نص كاس ديال المزهر. الا كنتو هكايا بغيتو دوه للراجل اللي كيطحن لكم هكا، اللي كيكون العشاب اللي تيطحن لكم هكايا اللوز وداكشي كيبقى كيطحن وتيدير دوك الرشيشات هكايا ديال اللوز وهو كيطحن داك اللوز باش كيجيكم فيه ديك التعليكه. هنايا ضفت واحد المعلقه ديال الجليكوز، راه كتعطي واحد التعليكه لهاد العقده هادي كتجي زوينه بزاف. نتمنىكم تجربوا هاد الطريقه هادي راه كتجي زوينه. المهم هنايا كما كتشوفوا غندلك هنايا هاد اللوز هذا مزيان مزيان. وما تخافوش من اللوز الا طلق لكم الزيت ديالو، ما تخافوا منه حتى حاجه. الا طلق لكم هكايا الزيت بزاف حاولوا ديروا واحد جوج معالق هكا ولا ثلاثه ديال المزهر وسخنوهم شويه وبقاو ديروا دوك الرشيشات هكايا ديال مزهر في داك العقده ديال اللوز وصافي. وتبقى كتدخلوا كتبقاو كتدلكوا وراه غيدخل لكم داك الزيت كامل غيرجع لكم لديك العقده. يعني ما تخافوش تقولوا ملي تشوفوا مثلا العقده طلقات لكم اللوز تقولوا لا راه خسرات لينا ولا شي حاجه، لا. المهم كتخدموا بحال هكا كتدلكوا بالكف ديال يديكم وانتم كتزيدوا القطرات ديال المزهر. المهم حاولوا ما تكثروش مزهر بزاف. الا تجمعات لكم العجين ديالكم وبان لكم هكايا يعني ما بقاتش العجينه تطلق لكم الزيت العقده ديال اللوز صافي، راه العقده ديالكم راه صدقات وزوينه باش ما تكثروش المزهر بزاف وتجيكم العقده. ملي كتكونوا طيبوا هكايا الحليوات ديال اللوز تبقى كتفرقع عليكم العقده ديالكم من مثلا من كعب الغزال او من الحليوات ديال اللوز. المهم انا هنايا حاولت نحطها هكايا فوق البوطاجي صافي وكتبقاو تدلكوا هكايا باش كتبان لكم العجينه العقده ديالكم يعني تدلك لكم مزيان بالكف. المهم شوفوا هنايا اي حربول درتيه بها وكتبان لكم العجين يعني ملسه، وملي كتحطوها فين ما حطيتوها ما كتبان لكمش طالقه الزيت. يعني راه صدقات معكم هاد العقده هادي يمكن لكم تخدموا بها اي حاجه بغيتوها. وبالنسبه للبنات اللي تكون عندهم هكايا الخدمه مزروبه ولا تكون عندهم هكايا الكوموند يمكن لهم يخدموا اللوز على تسع بحال هكايا ويقسموه ويديروه هكايا في البلاستيكات ويدخلوه هكايا المجمد ويخليوه. وقت ما بغاو هكايا عندهم العقده ديال اللوز ولا عندهم المهم هكايا شكيلات ديال اللوز كيجبدوا دوك كيجبدوا دوك العجين هكايا ديال اللوز وكيخليوها حتى كتطلق. راه دغيا كتطلق هي صافي وكتخدموا بها نتوما الشكيلات اللي بغيتو هكا كتكون عندكم في المجمد راه ما تيخسر بها حتى حاجه وكتبقى زوينه. المهم هنايا وريتكم انايا الحربول ديال العجين كيفاش داير، يعني راه كتعطيكم الطوع تخدموا فيها اللي يعجبكم. المهم هنايا غندوز العقده ديال باش غنطيب العجين. عندي واحد البيضه وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وواحد المعلقه ديال العسل. هاد العسل كيعطيكم واحد التحميره احسن من السكر كلاصي. انا نفضل العسل على السكر كلاصي في العقده ديال في العجينه
ديال باش كتخدموا هكايا كعب الغزال اولا تخدموا هكايا شكيلات ديال الحلوى ديال اللوز. بالنسبه هنايا كما كتشوفوا عندي واحد نص كاس ديال المزهر، واللي بغى يكمل بالماء يكمل بالماء. المهم هنا تكون الزبده في حراره المطبخ كما كتشوفوا صافي. وغندوز نجمع العجينه. حاولوا هاد العجينه هذه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف، لان العجينه الا كانت مطلوقه لكم بزاف غتعذبكم ملي تكونوا تخدموا بها الشكيلات ديال اللوز. علاش؟ حيتاش غتطلق باقي يعني غتولي مطلوقه في ملي غتحطوها هكايا في البلاستيكه غتطلق لكم العجينه. حاولوا خليوها واحد شويه قاصحه صافي وخدموا بها. المهم انا ما غندلكها ما حتى حاجه، راه غير غنجمع العجين كما كتشوفوا صافي وغنخلي. انا درت نص كاس ديال المزهر وكملت الباقيه بالماء العادي. هنايا غندخل لي هذاك العجين، غندخل لي داك الدقيق كامل اللي فيه صافي وغنديرها في واحد البلاستيكه وغنخليها على جنب. غنلقاها دلكات وفي نفس الوقت تلقات لينا العجين ديالنا، يعني جات تخدموا بها اي حاجه بغيتو. المهم هنايا كما كتشوفوا انا خادمه معكم هكايا كعب غزال عادي. وهنايا خدمت معكم هاد كعب الغزال هذا اللي منقوش هكايا من الفوق كيجي زوين بزاف وكيجي الشكيل ديالو والمنظر ديالو زوين. هنايا المهم ديك العقده ديال اللوز درتها هكايا حرابل، قسمتها على 3 د الحصص لان بغيت ندير. هنايا السيده طالبه واحد المهم طالبه 3 ديال الشكيلات، طالبه هكايا كعب الغزال وطالبه هكايا الكنافه بالعقده ديال اللوز وطالبه شكيل ديال اللوز حتى هويا بوحدو راكم شفتوه في اول ديال الفيديو ديالنا. المهم هنايا هضرت لكم قبيلات على حساب العجين. هنا شوفوا العجينه ملي كتكون عاطياكم داك الطوع وعاطياكم يعني كتكون شاده في راسها كتجيكم ساهله تخدموا بها وما كتعذبكمش، يعني كتجيكم ساهله تخدموا بها. المهم كطويو هكايا على الجنيبات كما كتشوفوا صافي وكتضغطوا عليها هكايا بالجنب ديال يدكم هكايا بالكف ديالكم من الجنب هكايا باش كتقاد معكم وتعطيكم داك الشكل ديال الكعبه كما كتشوفوا. المهم ما فيهاش شي تعقيدات اولا البنات اللي ما عمرهم صايبوها يعني غتجيهم هكايا صعيبه، راه ساهله يا البنات. غير كما قلت لكم خليو العجينه تكون شاده شويه في راسها باش تجيكم ساهله وتخدموا بها. ويمكن لكم تخدموا ها غير عاديه، لما بغيتوش ديروا هكايا تنقشوها هكايا من الفوق يمكن لكم تخدموها عاديه. المهم انا زدت ليها غير هاد النقيشات هادو من الفوق ما نقشتهاش هكايا من التحت صافي واكتفيت بهكايا كما كتشوفوا صافي وغنحطها. ودائما راكم عارفين هكايا الحليوات ديال اللوز باش ما باتوا راه تيشدوا لكم داك لافورم ديالهم وما تيتنفخوش لكم ملي ديروهم في الفران. المهم كما كتشوفوا غنبقى بحال هكا. هنايا راه دوزت الورقه في ديك الوراقه اللي كنخدموا بها هكايا الشباكيه باش تجيكم ساهله وتجيكم هنايا شوفوا كيف ما كديروا داك الصبع ديالكم الصغير هكايا صافي. والدقيق كنديروا غير من التحت باش ما تلصق ليا الورقه صافي. وكنحاول ما نخدمش بالدقيق باش ما كتجينيش الكعبه ديالي هكايا كعب الغزال ما يجيكمش يعني طالعه هذيك الشهوبيه هكا، يعني كيبقى مذهب وكيجي زوين. ودائما كتطلعوا هكايا الفوق هو الاول، طلعوه من الفوق هكايا مزيان باش كيعطيكم داك الشكل ديال كعب الغزال صافي. وكديروا دوك الجنيبات كما كتشوفوا صافي وكتخدموا نتوما براحتكم، يعني راه ما فيه لا تعقيدات لا حتى حاجه. اللي ما عمرها خدمت كعب الغزال غتخدموا راه ساهل يا البنات والله ما فيه شي تماره. ينا علاش هو صافي فاش كتصايبي العقده وتقادي بحال هكا صافي ديري شي طبيله وجلسي هكايا في الارض حتى كتكملي الحليوات ديال اللوز. المهم انايا راه غير وريتكم هكايا، اما انا راه ملي تنبغي نخدم هكايا الحلوه راه تنجلس كندير الطبيله هكايا والكرسي وكنجلس على خاطري باش نرتاح، لان كثره الوقوف راكم عارفين راه صعيبه لا للظهر ولا الرجلين ديالكم ما كتقدوش تبقاو واقفين واحد يعني توقفوا حتى تكملوا تبارك الله الكميه كامله ديال الحلوى راه صعيب باش تبقاي واقفه. المهم هذا هو الشكل كما كتشوفوا كيفاش كيجيكم كعب الغزال كيجيكم ساهل. ولا درتوهم هكايا حريبلات وحطيتوهم كيجيكم ساهلين، يعني ما كت ماشي كتكون منظمين الخدمه ديالكم. وحاولوا تغطيو ديك العقده ديال اللوز، حاولوا تغطيوها باش ما تنشفش لكم وتجيكم دايره ديك القشره من الفوق. المهم هنايا كما كتشوفوا باش مرققتوا الورقه ديال كعب الغزال كيجيكم كعب الغزال زوين
ويجيكم دغيا كيتشمع في الفران، يعني ما كيشدش منكم وقت كثير، لان كما كتشوفوا الورقه اللي دايره ليها هنايا يعني العجينه هكايا ديال كعب الغزال كتبان لكم رقيقه بزاف. هاد الطريقه هذه راه كتخلي لكم كعب الغزال ما كيشد لكمش الوقت بزاف باش كطيبوه في الفران. المهم هنايا شوفوا تبارك الله راه تيجيو قياس واحد وكيجيو واعرين. المهم غندوز لكم الشكل الثاني اللي كيجي حتى هو رائع وساهل دغيا دغيا توجدوه، يعني ما فيه لا تعقيدات لا حتى حاجه، دغيا دغيا. المهم هنايا كنسرح العجين كما كتشوفوا كنقطعها هكايا بشي مرشم اللي هو دائري، ما كانش المرشم يمكن لكم تقطعوها غير بالكاس، راه كتجيكم مهم دائره. وديروا هكايا الكويرات ديال اللوز وتحطوهم على جنب. حاولوا الا بغيتوا تعبروهم عبروهم، بغيتوا ديروا عينكم ميزانكم ديروه. المهم ما كتكونش هاد الحليوات ديال اللوز ما تيجوش زوينين الا كانوا كبار اكثر من القياس. المهم كيكونوا غير في القياس كيجيو حلوين لا في الماكله ولا حتى في الشكل ديالهم الا حطيتوهم بحال هكايا الضيوف ديالكم. المهم هنا غنوريكم هاد الحليوه هادي راه ساهله ما فيهاش تعقيدات وما فيهاش خدمه بزاف ودغيا كتوجد. كديروا على هاد الشكل هكايا وكتشدوا اصبعكم بحال هكايا كما كتشوفوا صافي، وغندوز نحط فيها هكايا الصبع ديالي صافي وغنقشها بحال هكايا وتحاولوا تشدوا العجينه ديال هكا تشدوا العقده والعجينه حتى هي باش تجي لكم داك الشكل ديال الحليوه ديال اللوز كيجيكم زوين. المهم هاد الطريقه هذه بزاف اللي ما كيكونوش عندهم هكايا المراشم هكايا شكيلات اللي دغيا دغيا غتخدموهم ودغيا دغيا غيبانوا لكم حتى في الشكل ديالهم كيجيو عاطين واحد المنيضر وعاطين واحد الشكل زوين. وبالنسبه للعجين ديال باش خدمنا هاد الشكيلات هذه كما قلت لكم حاولوا ديروا العسل، راه احسن من السكر كلاصي، راه تيعطي واحد كتجيكم ديك العقده هشيشه وتجيكم عاتي واحد مذهبه، كيجي واحد اللوين فيها اللي تيجي زوين بزاف. في الحليوات كاملين ديال اللوز كتجي فيهم ملي كديروها بالعسل كتجي واعره واعره يا البنات، وجربوها وردوا عليا الخبر. المهم كديروا نقيشه حدا نقيشه يعني ما كتفوتوش بزاف باش يجيو عاتيكم هذا المنيضر هذا. كما قلت لكم بزاف اللي ما تيكونوش عنده المراشم هكايا ديال اللوز هذه راه كتجيكم سهله. المهم صافي وغنحطهم هكايا غنبيتهم هكايا ليله كامله تنبغي ننعس هكايا وكندير عليهم شي زويف اللي تيكون رقيق صافي وكنخليهم على جنب حتى الغد ليه. وغندوز باش نوريكم الطريقه من بعد ما خليتهم هكايا ليله كامله. شنو هنايا كما كتشوفوا كعب الغزال ها هو كما كيبان لكم راه ناشف وما زعما تبارك الله راه تيجي حتى ملي كتدخلوه للفران كيبقى لكم شاد لا فورم ديالو. المهم كتشدوا هنايا واحد الشوكه هكا، انا هذه مخليها غير الفقاس والكعب غزال. المهم تتخرجوا هكايا ديك الشويكه بحال هكايا كديروا دوك 3 دقيبات او 4 باش ما يتفرقع لكمش هكايا كعب الغزال ويتنفخ. وبالنسبه لكعب الغزال حاولوا شعلوا الفران غير من التحت ويكون منقوص، ما تجهدوش العافيه ليه بزاف. وهنايا عندي واحد السر اللي كيخلي لكم هاد مع داك التحميره ديال كما كنقولوا ديال اللي قلت لكم في العسل اللي كديروا في العجينه، ومع واحد صفار واحد البياض ديال البيض مع شويه ديال السكر كلاصي وشويه ديال الزيت كتضربوه مزيان 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 وكتخليو هنا راه وريتكم كتخليو الفقاس الفقاس قلت لكم كتخليو كعب الغزال حتى كيتشمع واحد شويه عاد كتخرجوه وكدهنوه بهذا الخليط هذا وكتعاودوا ترجعوه للفران. راه غير كيتشمع يا البنات، راه هو الورقه ديالو رقيقه بزاف، راه ما كيحتاج طياب اكثر من القياس، راه الا طيبتوه اكثر من القياس كيولي لكم. هنا راه تمسح ليا المقطع اللي غنوريكم من بعد ما دهنته ومن بعد ما لصقت دوك الوريضات كما كتشوفوا اللي درت لهاد الحليوه الاخرى وتمسح ليا داك المقطع ما لقيتوش. المهم راه زينت هكايا بداك العقيق ودرت لها واحد الوريضات هكايا كما كتشوفوا. وهنايا الكنافه راني حاطاها معكم ديال اللوز في القناه، نتمنىكم تدخلوا عندي وتشجعوني، وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم. واللي عجبو المحتوى ديالي يبارطاجي ليا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده للجميع.
المهم هنايا هاد الحليوه شوفوا كيفاش دايره. هنا راه درت ليها هذيك الوريضه درتها بعجينه الشوكولا حتى طابت، ودهنتهم هكايا بالناباج وصافي، ودرتها في المريشم، وحطيت هذيك الوريضه ديال اللي بعجينه الشوكولا، ودرت دوك الحبيبات هكايا ديال العقيق. هنا شوفوا التحميره اللي كتجي لكم في كعب الغزال كيفاش كيجي عاطي واحد اللوين كما كتشوفوا مذهب. انا ما تنحملش كعب غزال كيجي بيض بزاف ما كيعجبنيش. المهم هذه هي الطريقه اللي باش كنخدم انايا، وراه حاطاها معكم في القناه. شكرا لكم.